سلام، معكم الهوست ديال كنبغيني بودكاست. واليوم جيت نجاوبكم على هذا السؤال: علاش خصني نبغي راسي؟ الجواب ديالو بسيط، حيت ما حد راك مزيان مع راسك كتكون مزيان حتى مع الناس اللي معاك. وباش تبغي راسك ماشي دايما هي دير داكشي اللي كيعجبك اولا تهلا في راسك بحال داكشي ديال سكين كير ولا تضربها بشي تحميمه. تبغي راسك هي you set boundaries، يعني كيكون عندك دي ليميت اولا الحدود مع الناس، انه تقول لا فاش ما كتبغيش دير شي حاجه، وما تكونش a people pleaser اللي هي دايما كدير الخاطر للناس وكتخسر خاطرك نيت. كنآمن انه بنادم خاصو يعطي الاولويه لراسو قبل اي واحد، من غير العباده ولا العلاقه اللي عنده مع ربي. وفي شي حالات خاصك تسبق بنادم اللي عزيز عليك، فاش كيكون بنادم محتاجك بزاف ولا ما كيكونش عندك مشكل تضحي على ود بنادم. الحاجه اللي داخله في السيلف لوف هي السيلف كومباشن اولا التعاطف مع ذاتك. يعني فاش كدير شي غلط ماشي كتبقى كتضارب مع راسك وتطيح راسك للارض كاع. هو الصراحه كينفع باش تربي راسك شي خطرات باش ما تعاودش الغلط ويكونوا عندك morals and principles، النزاهه. تفكرت عاوتاني واحد الكومنت من الحلقه اللي فاتت ديال واحد السيد قال فيه: عقليه بعد بين قوسين العقليه اللي كنت دويت عليها في الحلقه اللي فاتت مزيانه، ولكن ما نخليوهاش تطغى على العقليه ديالنا حيت غتخلينا ماشي قد التحدي. والصراحه هي وسيله مزيانه نفسو شويه الضغط علينا. انا متفقه معاه 100%، حيت بنادم فاش كيعطي الشفقه لراسو بزاف كيبقى ديما في بلاصتو وفي الكومفورت زون ديالو، وهذا الشيء كيخليه عاوتاني ما كيرفلكتيش راسو، ما كيراجعش راسو والاغلاط ديالو، وهذا الشيء كيخلي بنادم يولي اناني مع الوقت. وحنا ما بغيناش نوصلوا لديك الدرجه ديال حب الذات، اصلا هذاك راه غرور وقله الوعي الذاتي. وبنادم شحال ما كيزيد كيوعى مع راسو والعيوب ديالو ويزيد يتقبلهم ويحسن فيهم، وهو راه كيزيد كيبغي لراسو الخير والمصلحه ديالو. كاينه واحد القضيه اللي كطرا بزاف، اللي هي كتلقى بنادم كينقز من العلاقه للعلاقه، بالطبع علاقه رومانسيه، وما كيعطيش لراسو الوقت باش يكون بوحديته. بحال الداخل ديالو كيقول حياتي ما كتعني والو اذا ما كنتش في علاقه مع شي واحد، ولا بلا ما نبغي وما يبغيني شي واحد. وهذا الشيء خارج من الافلام اللي كبرنا معاهم، والغرب كيبينوا لنا انه you can't thrive on your own without romantic love، او لا ما تقدرش تعيش الفول potential ديالك بلا romantic relationships. ورا اصلا اغلبيه كيعانيوا من المشكل seeking external validation، اللي هي كتسنى من بنادم يعطيك قيمه ويقول لك that you're loved ولا كتستاهل هادي وهادي. المهم داكشي خصو يجي منك نورمالمون من الداخل، ماشي تعتمد على بنادم باش يعطيك قيمه. وخاصك تركز على اللوف اللي تقدر تعطيه لراسك قبل اي حاجه، والحب اللي كيجي من العائله ديالك والاصدقاء المقربين ديالك. شي خطرات قط ولا كلب اولا حيوان كيكون كيعطيك اللوف وانت ما حاسش به. Focus on all the love that is around you before you seek for it somewhere else. Seek it from within you first, and then the love you were waiting for will come to you. غيجي بوحديتو داك الحب اللي كتقلب عليه من عند شي بنادم اخر اذا بديتي تبغي راسك. كلشي كيجي بوحدو وما تقدر تفرسي حتى حاجه، واصلا كتولي كتاطيغي البنادم اللي كيشوف فيك داك الحب ذات وكيتانسبيرا منك وكتجبد غير البوزيتيف انرجي. you're not missing out on anything، والله ما كتفوتك حتى حاجه اذا عطيتي لراسك الوقت. وبالعكس راك بحال شي شجره وكتسقي راسك دايما، ومع مرور الوقت الجذور ديالك كيكونوا قويين اكثر واكثر، وهذا الشيء ما يخليش اي واحد يجي ويحطمك. ربي عطانا قيمه وخلقنا في هذه الارض حيت كنستحقوا نعيشوا وتكون عندنا الحياه زوينه، واي واحد عنده الحق يعيش مزيان، وكاملين بينا فينا الخايب والزوين. غير خصنا نزيدوا في الحاجه الزوينه ونتوبوا من ذنوبنا ونصلحوا اغلاطنا مع الوقت. ما تنساش ان الله سبحانه وتعالى اعطانا قيمه اكثر من اي مخلوق في هذه الارض، وان الملائكه سجدوا لادم عليه السلام. وهذا الشيء خص يعطيك واحد الثقه بالنفس انه انت قد باي حاجه باغيها ان شاء الله. وخاصك تعرف انه ربي عطاك قيمه قبل ما تثبتها، بمعنى ربي عطاك فرصه باش تثبت راسك وتبين القدرات ديالك وتخدم عليهم. هنا منين كتجي القيمه ديالك. And always remember to humble yourself. ما تنساش تكون متواضع وتفكر في الناس اللي معاك، من حيث شي خطرات كنكونوا غارقين في افكارنا ومشاكلنا وغير مع راسنا، وما كنبقاوش نشوفوا الحلاوه ديال هاد الدنيا وكنساو النعم اللي عندنا.
فاش كنلقى راسي بحال هكاك كنمشي كنهضر مع شي صديقه مقربه اولا شي واحد كنعرفو وكنبدا نسمع المشاكل وشنو عنده لداخل، وهكاك كنخرج من الفقاعه ديالي وكيتبدل البرسبكتيف ديالي وكنقول الحمد لله شحال من حاجه راها عندي وهي ناقصه عند بنادم. باش نكمل هذا الابيسود باغيه نزيد واحد الملاحظه اللي هي سيلف كير ديالك او المعنى ديال العنايه بذاتك ماشي ضروري تكون بحال ديال شي واحد اخر. واخا كتكون خدامه ليه تقدر ما تجيش معك. واحد ليكزامبل هو اذا انا كيجي معايا النوض مع 10 كل صباح باش نجري، تقدر تجربها وما تجيش معاك. هنايا ما خصكش تفرسي على راسك، خاصك تبدلها بشي حاجه اخرى وتلقى اللي يجي معاك. يقدر يجي معاك تجري بالليل، ولا انت اصلا ما كيعجبكش الجرا كاع، كيعجبك اليوغا مثلا، ولا تركب بيكالا ومثلا غير 3 المرات في السيمانه ماشي دائما، والى اخره. المهم انت عندك الحق تويكي وتريقلي حياتك كيف ما بغيتي. you get to live on your own terms and conditions، وهكا كتبغي راسك. كنتمنى نكون كنفيدكم بشي حاجه، واذا كان عندكم شي وجهه نظر اخرى تقدروا تكومونتيو لتحت اذا كتسمعوا في يوتيوب، وتقدروا تجاوبوا على الاسئله اللي كنسول كل حلقه اللي موجودين في سبوتيفاي. واذا كنتي باغي تصيفط اوديو كاع تقدر تدخل لاباج ديال سبوتيفاي بودكاسترز وتصيفطها تماك. وهذا مكان. شكرا للاستماع وبسلام عليكم.